السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عندك اخبار مهمة الايام اللي جاية، وكمان في فلوس جايلك. الفلوس دي انت كنت مستنيها. حظك هيبقى حلو جدا الفترة اللي جاية في الحب والعمل والفلوس. في حاجة جميلة انت كنت عايز تشتريها وهتشتريها ان شاء الله. في شخص غالي عليك هيتصل بيك خلال اليوم. كمان في بداية علاقة جديدة. في رومانسية، في الشريك هيتغير 180 درجة، هتحس بتغيير جذري في علاقتك مع الشريك. في طاقة عالية من الرومانسية، في استقبال للحب والعلاقة العاطفية كويسة جدا. هتحس ان علاقتك ابتدت تتغير. نسبة الحظ في الفلوس عالية جدا. خلال الايام اللي جاية حظك كويس فيها طبعا. بس انت خليك هادي، خليك مركز في كل حاجة حواليك. في احداث هامة جدا هتدوق طعم الراحة. في تغييرات مهمة والتغييرات دي هتظهر عليك. حظك هيدعمك جدا الايام اللي جاية. افرح لانك هتحقق كل احلامك سواء في العمل او في العاطفة. الناس اللي كانت منفصلة شريكك هيرجع لك. الطاقة السلبية اللي كان عاملها لك هتبقى فيه هو. هيحس انه يجي عليك وان هو كان متغير عليك. كل ده كمان اي شخص كان بيبص عليك وبيحسدك على اي حاجة في ايدك هيتفاجئ بالتغيير اللي انت وصلت له. هيتفاجئ بالفلوس اللي بقت معاك، هيتفاجئ بحاجات كتير جدا انت هتشتريها. هيلاقي ان انت ما الحمد لله العين بعدت عنك، العين اللي كانت سايباك راحت، كل حاجة هتتغير بإذن الله تعالى. بإذن الله هتاخد قرارات صح. ثقتك في نفسك هتزيد اكتر من الاول واكتر من الايام اللي عدت. هتزيد بطريقة كويسة جدا. هتبقى ماشي، الناس هتتفاجئ انك ماشي ماسك نفسك، رجعت تاني احسن من الاول. مفيش حاجة وقعتك، مفيش حاجة هزتك، رجعت تقف على رجليك. كمان بالنسبة لمش مرتبط، في علاقة حب جديدة الفترة اللي جاية. ولو بنت، في برضو خطوبة، في زواج، في حاجة كويسة ومفرحة جدا الأيام اللي جاية. عموما البيت إن شاء الله الأيام اللي جاية هيبقى مليان معازيم. أيا كان نوع اللي هيحصل ايه، بس البيت بإذن الله في حاجات كويسة جدا هتحصل. في لقاء لحبيب، في شخص معين هيرجع لحياتك تاني. الشخص ده انت كنت مستنيه طبعا. علاقة الحب هتتجدد، في طاقة ايجابية بطريقة كويسة جدا. هتفرح، هتحس ان الايام اللي عدت دي خلاص الحمد لله انها عدت. هتشتري حاجة انت عايز تشتريها، ايا كان نوع الحاجة ايه، بس انت هتشتري حاجة هتتبسط. في اخبار كويسة، في مفاجآت كمان، في هدية من الشريك هتجيلك، هتفرح بالهدية دي قوي. هتحس بطاقات ايجابية عالية، هتحس ان حياتك اتغيرت. عكس ما كانت الاول. هتحس ان ربنا فتح لك الابواب الحلوة، هتحس ان ربنا وقف معاك. كمان هيبقى الاضواء كلها متسلطة عليك، هتبقى انت هدف، الناس كلها هتبقى حواليك، الناس كلها هتكون عايزة تكلمك. طبعا هيظهر عليك التغيير، هيظهر عليك الحالة اللي انت الناس اللي كانت بتشوفك في حالة وحشة وحالة سيئة، لا طبعا كل ده هيعدي. هتظهر بشكل جميل جدا. ممكن انت تكون عايز تشتري لبس، تكون عايز تشتري حاجة دهب، ايا كان ايه نوعها، بس انت هتروح تشتريها ان شاء الله بفضل الله. هتحس بتغييرات جميلة. كمان عايزة اقولك ان الحياة العائلية والاسرية عموما هتتغير. في لم شمل في العيلة، في حد معين انت كنت مخاصمه في العيلة هترجع وتصالحه. المهم ان العيلة هترجع تاني شملها يتلم من بعد ما كان في خلافات وفي شوية مشاكل حصلوا معاك الايام اللي فاتت. لا كل ده هيختفي، في مصالحات، في ايجابيات. بالنسبة للسفر، الناس اللي بتحب تسافر طبعا ان شاء الله في سفر جاي الايام اللي جاية. هتستمتع، هتطلع في رحلة، هتروح نزهة معينة، بس ان شاء الله هتبقى كويسة، هترجع مبسوط منها. هيكون عندك تميز هائل جدا ونشاط كبير جدا في الفترة اللي جاية. هتنطلق ان شاء الله من لمرحلة جديدة، هتخرج من امور سلبية لامور ايجابية. انت طاقتك عايزة حاجة ايجابية، عايزة شيء مميز، عايزة وصول جيد، ان شاء الله كل ده هيحصل معاك.
هيكون عندك نشاط وقوة هايلة جدا في السعي وفي الاجتهاد في العمل في الحاجات الكويسة اللي انت عايز تعملها. هتفكر في الحاجات اللي انت عايز توصلها ازاي، هتفكر انك الحاجة دي اللي قدامك دي انت عايز تعملها هتعملها ازاي. كل حاجة هتبقى ايجابية عندك، في تفكير بشكل قوي جدا وكويس جدا ناحية التقدم في العمل والتقدم في المشاريع اللي انت هتعملها. لا كمان انت مش هتتقدم في العمل بس، هتتقدم في اي حاجة انت عايزها، اي حاجة انت عايز تعملها هتتقدم فيها. ومش بس كده، لا في خبر صار ليك ومهم جدا كمان عندك. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى انك عندك عروض بشكل مفاجئ، عندك انتصار قوي جدا. خبر صار ممكن يكون ليه علاقة بمولود بطفل معين، بمريض ربنا شفاه وانت كنت بتدعيله، او حاجة ليها علاقة في او بداية فرحة انت ما كنتش متوقعها. هتتفاجئ بيها، هتحس ان فرحتك هتتوصف انك شفت انت لما تقدم على مسابقة وتكسبها، هي الفرحة دي هتجيلك بنفس الشعور ده. في انتصار، في فرحة، في شيء ما عموما هيحصل هيعلي من قدرك او هيعلي من مكانتك. عايزة اقولك على حاجة كمان، عارف الاشخاص اللي كانوا متضايقين منك من السنين، أو يعتبر هم دول اعدائك، انت شايفهم كده، عارف دول الناس اللي هي مش ولا بد، دي اللي بتبقى قريبة منك وعاملة نفسها بتحبك، هتلاقيه ان شاء الله هيقع في شر اعمال وانت هتشوف ده بعينك. هتبدأ ان انت هتضحك على الشخص اللي شافك يوم مش قادر تقف على رجليك، هتضحك وهتفتكر قد ايه كان قوة الشر اللي جوه الشخص ده من ناحيتك. هتضحك على ان الشخص ده وقع في الشر اللي كان بينصبه ليك. انت بقى هيكون عندك القدرة انك تنتصر على اي شخص كان عايز يوقعك، اي شخص كان عايز يقل منك، اي شخص كان عايز يوقعك في فخ. كل ده انت هيكون عندك القدرة انك تنتصر عليه. بس في حاجة تقولي، انتي بتقولي بنضحك يعني هنشمت فيه؟ لا، هو الضحك مش انك شمتان فيه، الضحك ان الشخص ده كان هيوقعك، الشخص ده كان هيخليك تزعل، الشخص ده كان هينكد عليك حياتك عموما. انت هتضحك ان ربنا نقذك، هتدعي تقولي الحمد لله ربنا نقذني. مش ضحك الشماتة، لا، ضحك انه الشخص ده وقع في الحاجة اللي نصبها لك، في الفخ اللي هو نصبه ليك. لان الشخص ده اللي هو وقع ده كان عايز يشوفك مش كويس، وحش قدام الناس، وحش قدام اهلك، قدام اهل بيتك، كان عايز يشوفك باي طريقة وحشة لان هو كان بيكرهك. فضحكك ده ان حسيت ان ربنا نقذك من اللي هو كان هيعمله فيك، حسيت ان ربنا جاب لك حقك. هتبتدي تعرف ان شاء الله حقك بيترد، وهتبتدي كمان تعرف ان ربنا مش بيسيب حد، وربنا ما بيرضاش بالظلم. هو كمان هيعرف ان هو وقع في حاجة كان ممكن تسبب دمار حياتك، وقتها هيحس بالحاجة اللي كان هيعملها فيك، وقتها هيحس لما يقع في الغلط اللي هو عمله او في الشر اللي هو عمله، هيحس ان انت كنت هتبقى في نفس الموقف ده. كان عايز يشمت فيك في الحاجة اللي هو كان عايز يوقعك فيها، هو هيقع فيها وهيتقهر على نفسه. سبحان الله، هو ده نوع من انواع العدالة. شوف عدالة ربنا، الأضواء تسلط عليك بشكل جامد جدا، في مفاجأة، في تأثير كويس جدا عليك، في استقرار، في فرحة عاطفية، في حاجة حلوة هتحصل، في العلاقة مع شريك هترجعوا تتصافوا وتعاتبوا بعض وهترجعوا تاني زي الأول، وهتتكلموا مع بعض وهترجعوا أحسن، في استقرار عاطفي، في علاقات عاطفية، في حب، في زواج، في خطوبة بإذن الله تعالى. هتلاقي في حب، في تغيير، في اي مشاكل اللي كانت موجودة هتتحل. هتلاقي الايام الوحشة دي عدت خلاص، هتحس ان انت فرحان طاير من الفرح. ان شاء الله هيكون عندك نوع من انواع الانتصار العاطفي. كمان عايزة اقول للاشخاص اللي كانوا منفصلين بس هو حاسس ان شريكه اجى عليه جامد، الشخص ده هيحس انه ظلمك، هيحس انه اجى عليك، هيحس انه عمل حاجات كتير وحشة فيك، هيرجع ويعتذر ويتأسف. براحتك انت بقى تقبل او ترفض، شوف انت عاوز ايه. ان الشخص ده هيجي ويرجع لك ويعتذر منك، هيتأسف على اللي حصل عشان هو حابب انه يرجع لك. إيه، هو عموما انت عندك رجوع بشكل قوي جدا. هتكون شخص واعي جدا للناس اللي كانت عايزة توقعك قبل كده،
الناس اللي كانت عايزة تاخد منك حاجتك، الناس اللي كانت باصة عليك وحاطة عينيها في اي حاجة معاك. هتكون واعي جدا اخد بالك من اي